المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع عضو تنفيذية الكاف والفيفا. عايز ندخل في موضوع آخر. حضرتك من ضمن الشخصيات اللي كانت ليها دعم كبير جدا في تولي السيد موتسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي. كنت حضرتك وكان معاك المهندس هاني ابو ريده وكان السيد وديع جريء والسيد والدي يحيى. اعتقد انتوا كمجموعه كان ليكوا دور كبير جدا في تولي منصب رئاسه الكاف، والبعض ووقتها اتقال انه هو جاي كشخصيه مليونير وهيدعم الاتحاد الافريقي و بعد كده سمعنا ان الاتحاد الافريقي بيعاني من ازمات ماليه، وخاصه انه يعني رئيس الخزانه الماليه للاتحاد الافريقي السيد فوزي لقجع. ازاي هذه المعادله؟ معادله غريبه جدا. هو أستاذي، أولا لما نريد أن نتحدث عن الجانب المالي لمؤسسة معينة والكاف على سبيل المثال، فالحصيلة المالية هي نتيجة العمل الذي تقوم به المؤسسة. طبعا إذا كان الاختيار والهدف هو تحسين الوضعية المالية وهذا هدفنا، طبعا فلازم علينا جميعا أن نفكر في تحسين مردودنا ومنتوجنا، وهذا هو العنوان العريض لتطوير كرة القدم الإفريقية. كرة القدم الإفريقية محتاجة إلى تطوير شامل عبر أولا تطوير البنيات التحتية. واليوم يتفق الجميع على أن كرة القدم الإفريقية تخسر الكثير من حيث التسويق، من حيث حتى مواهبها التي تهاجر مبكرا إلى أوروبا خاصة، وتخسر نواديها وكرتها الكثير من القيمة المضافة التي يخلقها هؤلاء اللاعبين في سوق كرة القدم. وبالتالي فتطوير البنية التحتية سواء المرتبطة بإجراء المنافسات الرسمية خاصة للمنتخبات ولدوري الأندية الأبطال، أو تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكوين، شيء أساسي مهم. وهذا هو البرنامج الذي طرحه عبد ربه منذ أكثر من 7 سنوات على طاولة المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن الآراء المجانبة للصواب، في سؤالك الماضي أنا كنت أشتغل واشتغلت باستمرار في تحضير هذا البرنامج الشامل بهيكلته المالية، اتصلت بكل المؤسسات المالية التي قبلت إنجاز هذا المشروع، والآن المشروع جاهز أننا ناخذ أكثر من $1,000,000,000 لاستثمارها يعني شكل مستعجل داخل القارة الأفريقية، خاصة البلدان اللي تكون عندها يعني ضعف ونقص كبير في البنية التحتية في البنيات التحتية، حتى نوفر لكل المنتخبات ولكل الأندية أن تلعب في ظروف مريحة تمكن أولا من تسويق المنتوج، وثانيا من الاحتفاظ بالمواهب إلى يعني سن معين، وتمكين هذه الأندية وهذه الاتحادات من أخذ بعض وجزء من القيمة المضافة اللي كيخلقوا هؤلاء اللاعبين. وهذا المشروع اليوم الهيكلة المالية نتاعو أخذ $1,000,000,000 وتمويلها من بعد بجزء من منتوج الفورورد الذي تقدمه الفيفا على مدة 30 سنة، هو موجود فوق الطاولة ينتظر الإنجاز. الآن ما حدث سنة 21
لازم أننا نرجع شوية للوراء. أفريقيا أو الكاف في اعتقادي وفي تحليلي ويشاطرني فيه الرأي مجموعة من الإخوان الرؤساء في مقدمتهم كما قلت الأستاذ والمهندس هاني أبو رضا. الكاف عرفت استقرار دام تقريبا 29 سنة في عهد حياته. الأمور أعتقد أنها استمرت لوقت أطول من اللازم، حتى أن المنظومة الكاف لم تفرز القدرة على مواكبة التطورات التي كانت تحدث عالميا في مستوى تطوير كرة القدم، فكان لا بد من التغيير. آنذاك حدث تغيير لم يتمكن من إعطاء الاستقرار الحقيقي لمسار جديد السيد أحمد لتطلع جديد. فجاءت انتخابات سنة 21 ومع الأسف كانت ستفرز انقسامات بنيوية وهيكلية داخل القارة الإفريقية كرويا داخل الكاف، حيث وجدنا أنفسنا أمام أكثر من 5 مرشحين للقارة الإفريقية للكاف. وهذا هو الاشتغال، وهذا هي يعني المجهود اللي قاموا به مجموعة من الإخوان الرؤساء، وفي مقدمتهم كما قلت الأستاذ هاني أبو رضا بتجربته وحنكته، أن نوحد الصفوف، أن نجعل، لأن الكاف لم يكن باستطاعتها بعد عدم تمكنها من مسايرة التطور اللي عرفته كرة القدم أنها تنقسم داخليا إلى 5 أو 6 أو 4 مجموعات. احنا 54 لما تقسمنا إلى 5 أو 4 مجموعات نكون أقل من 14 أو 15. فكان لابد من إيجاد قاسم مشترك يوحدنا ولندبر به المرحلة. دوك الهدف الأساسي من انتخابات سنة 21 كانت هي المحافظة على وحدة الكاف وراء يعني مكتب تنفيذي موحد يعمل على أولا ضمان هذا الاستقرار وهذه الوحدة، ولكن أن يفعل أكثر وباش نكونوا صرحاء ونرجعوا للوضعية المالية. الوضعية المالية للكاف هي تحسنت نسبيا بالأرقام. انتقلنا من بطولة إفريقيا اللي انضمت في الكاميرون من ناتج يعني صافي نتاع 5 مليون إلى اليوم أكثر من 70 مليون في ساحل اللاج. كاين تطور، ولكن أهم الأساس هو أنه غير كافي لمواكبة التطورات اللي تحدث في القارات الأخرى ولتجاوز العجز والفوارق التي أصبحت واقعا حقيقيا في الكرة الإفريقية بين الكرة الإفريقية وباقي القارات. هذه هما التحديات المطروحة الآن على الكاف في وقتها الراهن وفي مستقبلها يعني القريب. بس لما تشوف حضرتك على الجانب الآخر تلاقيك بدأت السوبر ليج الإفريقي ب8 فرق، كان يجب اللي بعدها تبقى 24، فوجئنا بإلغائها نهائيا. لا هو وقيل ان الجوائز اكتر من 200 مليون دولار. أنا باش نكون معك صريح استاذ محمد، مواقفي ما كنعبرش عليها حسب المناسبات. أنا بالنسبة إلي الكاف عليها أن تعيد النظر شموليا وكليا في منافساتها، وهذا شيء طبيعي. مين الكاف؟ أنا أقول لك حضرتك احنا في الاجتماع التنفيذي البارحة إذا سألت الإخوان أنا هذا هو تدخلي دام أكثر من 20 دقيقة كان حول هذا الموضوع، لأنه اليوم في منافسات كأس العالم أقل من 17 كل سنة، الكاف لازم تنظم أقل كل سنة. الفرق المؤهلة لازم، احنا محتاجين إلى فرق إفريقية تمثلنا في كأس العالم. في الإناث نفس الشيء. كرة قدم الصالة التي نحن بصدد إجراء كأس أفريقيا من هنا 2 سنين عندنا كأس عالم فوتسال إناث، من سيمثلنا؟ إذن السؤال مطروح
حول بطولة الشان، هل بمردودياتها المالية السلبية أصبحت القارة محتاجة لها التدهور، أم يجب تطويرها أم إلغائها؟ هل البطولات الإفريقية يعني في الشباب لازم نحافظ على الشكل والمنظومة التي ننظم بهذا؟ ولكن لنكون واضحين، اليوم لازم يعني من الضروري أن نفرق بين مستويين في التظاهرات الكروية. هناك الكان وبطولات الأندية وهي مربحة وتنتج أرباح طبعا. وهناك منافسات التطوير لكرة القدم. منافسات التطوير الكاف عليها أن تبرمجها وتنجزها وتلعبها بأقل تكلفة، بأقل تكلفة لا للكاف ولا للبلدان المنظمة. والبطولات الكان والبطولات الأندية تحتاج مراجعة شمولية ليكون ربحها على الأقل، يعني الآن يجب أن يضاعف أو يضرب في 3 على الأقل لتتمكن الكاف من إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير كرة القدم، وهي يعني الغاية الأساسية، وهي أيضا التي من أجلها خلقت الكاف. بس أنا ملاحظ من كلام حضرتك حاجة، أنك لست راضيا عن أداء الاتحاد الإفريقي. أنا ماشي قضية راضي أو غير راضي، لنصف الأمور بشكل مغاير. طموحي أكبر من الواقع الحالي. طموحي هو أن لما يكون فيه لاعب مثل ساديو ماني أو صلاح أو حكيمي أو يكون فيه اتحاد قاري أو فريق قاري استفاد من القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين والتي تتجاوز 100 مليون يورو. أحزن كثيرا لما أعرف بأن هذه القيمة السوقية تتقاسمها الفرق الأوروبية. أحزن كثيرا لما أعرف بأن المواهب الأفريقية هي التي تلعب وتنشط مجموعة من الدوريات الأوروبية، وتجد الشعوب الإفريقية نفسها مضطرة لشراء الحقوق لتتبع مواهبها. هذا هو الطموح الذي أهدف إليه شخصيا، ويتقاسمه معي مجموعة من الإخوان الحاضرين في المكتب التنفيذي للكاف. متى نرى رئيس الاتحاد الإفريقي عربي؟ أعتقد بأنه الحضور العربي في الساحة الكروية وفي تنظيم الملتقيات الدولية، لا كأس العالم إن شاء الله اللي غادي تنظم مرة أخرى في المغرب كبلد عربي ثاني بعد قطر، ولا التنظيم الاستثنائي المشرف الذي قامت به قطر، ولا من بعد في 34 إن شاء الله في المملكة العربية السعودية، ولا يعني اليوم نلتقي ونجد حضورا وازنا للقيادات العربية وللمسؤولين من الأصول العربية في مختلف مجالات تدبير الكرة. بس حضرتك قلت لي كلمة على أنا أعتقد بأن القارة الإفريقية تحتاج، والكاف بشكل خاص تحتاج إلى مجموعة من الثوابت لتطوير عملها. الثابت والعامل الأول وأن تبقى موحدة، لأن التفرقة ستزيد من هشاشتها. المسألة الثانية أن تكون الشخصية التي، لأنه لا ننسى بأنه هناك مجموعة من المؤسسات، والحضور العربي كان دائما مهم، بالعكس مؤثر داخل القارة الأفريقية أكثر من هذا. والدليل الحمد لله أن مقر الكاف مازال في دولتنا العربية مصر، والحضور سواء على مستوى الأمناء العامون كان متميزا، الشخصيات المصرية من قبل إلى غير ذلك. الكاف تحتاج إلى الاستقرار، تحتاج إلى تصور جديد، بس اسمح لي، تصور جديد ومتجدد يراعي المحيط الخارجي ويسير ويضاعف سرعة التطور
لأن الفوارق أصبحت تتسع وستكون أكثر شساعة بين القارة الإفريقية وباقي القارات إن لم نتدارك هذه الفوارق. حدثتني عن الطموح، قلت لي هذا طموحي. طموح كباقي الأفارقة، أوكي. كباقي المليار الأفريقي المتواجد في هذه القارة. أوكي. إن خرجت من هذا المركز يا سيدي، فالشباب اللي غادي تلتقيهم في أول طريق لك سيقاسمونك وسيعبرون لك عن طموح أفضل. يقول لك، سيقولون لك بأنهم يطمحون لأن يفوز فريق إفريقي عربي بكأس العالم. سيقولون لك بأن القارة الأفريقية يريدون أن يروا بطولاتها للأندية في مستوى الدوريات الأوروبية والآسيوية التي تتطور بشكل مستمر. سيقولون لك بأن طموحهم أن يمارسوا كرة القدم في ظروف حسنة وببنيات حسنة احترافية. سيقولون لك بأنهم محتاجين إلى تدبير للكاف يوازي طموحاتهم. ممكن اشوف حضرتك في يوم من الايام رئيسا للاتحاد الافريقي من ضمن طموحك، الطموح اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ شوف سيدي، هذا الطموح نتاع المستقبل لابد أن نراجع فيه طموح أو المسار تاع التاريخ نتاعي أو علاقتي بكرة القدم. كرة القدم وعلاقتي بها كانت دائما علاقة حب وشغف كباقي الجماهير الشغوفة بكرة القدم. تمام. وساعدني مساري الإداري في ضخ جرعة من التدبير المالي والإداري في إدارة شؤون كرة القدم. كنت دائما أشارك بتواضع في كل المجالات وحسب المستطاع في بلورة الطموحات المشتركة ل 800 مليون شاب أفريقي على أرض الواقع. سأكون دائما في هذا المسار والغيب لا يعلمه إلا الله. هل ممكن لو الامور سنحت وجه الوقت، الله اعلم بالظروف زي ما حضرتك بتقول، لا يعلم الغيب الا الله، وجت الفرصه ان حضرتك تترشح على مقعد الرئاسه بالنسبه للاتحاد الافريقي، وجت الفرصه للمهندس هاني ابو ريده، ممكن نشوفكم تتنافسوا على مقعد الرئاسه ولا ده هيبقى صعب لان في توافق بينكم؟ لن أتنافس مع الأخ هاني أبو رضا في أي موقع من المواقع، لأنه أخي وصداقتنا وأخوتنا تتجاوز هذه الاعتبارات. تمام. طيب انا عايز انقل حضرتك لسؤال مهم جدا. حضرتك رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. السنوات الاخيره بدانا نشوف اللعيبه المغاربه تحترف في مصر، وعندنا اكثر من لاعب، عندنا رضا سليم وعندنا لعيبه كتير جدا دلوقتي بقت موجوده في مصر. ليه انا مش شايف العكس؟ ليه انا مش شايف العكس؟ اللعيبه مصريه بتيجي تحترف في المغرب. شوف، فضل الاختيارات لا تقتصر على مجالات كرة القدم. بمعنى أن المغرب كان دائما عبر التاريخ لآلاف السنين كما كانت مصر بلد منفتح للعالم. احنا أطبائنا يسافروا يشتغلوا في الخارج، مهندسين يشتغلوا في الخارج، ليه لاعبين لا يذهبون للخارج؟ وبطبيعة الحال بنفس الشكل عندنا لاعبين يلعبون في الدوري المصري ولا السعودي، ولكن عندنا أيضا لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، وعندنا في البطولة أكثر من مئات اللاعبين جايين من مختلف الأقطار العربية والإفريقية. وسنكون سعداء أن يلعب وأن يختار لاعب مصري مرحبا به في بلده الثاني أي نادي لما يتوافقوا على ذلك، كما أن في فرقنا مجموعة من اللاعبين. صحيح، دلوقتي بقى عندنا رضا سليم، وكان قبل كده خالد بوطيب وعبد الكبير الوادي، ويعني في لعيبه كتير دلوقتي، اللعيبه المغاربه. الأساس يا أستاذ في هذا الأمر هم أن اللاعبين المغاربة الذي ذكرتهم احتفظوا بذكريات جميلة في مصر، وأن الجماهير المصرية حبتهم، احتفظت بذكريات جميلة بكرتهم. هذا هو الأساس. أساس السؤال الحقيقي هو كم عدد اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الأهلي ولا الزمالك أو لا العكس.
هذا هو السؤال صحيح. أنا قلت لك في البداية بأن التاريخ يجمعنا، والحاضر طبعا. يوحدنا، والمستقبل طموحنا جماعي. اكيد. لكن النقطه دي بالذات حضرتك ما اشتغلتش عليها او ما فكرتش انها تبقى من ضمن مشاريعك او اهدافك الفتره اللي جايه، انت سايبها ده سوق يعني، سوق احتراف. تماما، هذا سوق. وأنا قلت لك بأن الخيار نتاع الانفتاح اوكي. للمغرب كبلد اختيار تاريخي واستراتيجي في كل المجالات. الهدف في البطولة المغربية هي تطويرها إلى أقصى المستويات حتى تكون طرفا مشاركا في المنافسة القارية والدولية التي تمكن، هذه المنافسة التي تمكن من تطوير المنافسات الإفريقية. نادي نهضة بركان بيمثل ليك حاجة كبيرة أكيد طبعا، لكن الأندية الأكثر جماهيرية وشعبية على مستوى القارة ومحليا هم القطبين الوداد والرجاء. ده وأكيد حضرتك بتقر بده طبعا. بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. إلى أيهما حضرتك كما لو طرحت عليه السؤال، أنا عارف هتقول لي إيه. هل قطبي الكرة الإسبانية مش برشلونة ومدريد؟ طب ما أنا عارف، أنا بقول لحضرتك أنا عارف إنك هتقول لي إيه. احنا دائما كنا نقولوا والعمل واضح، هناك أقطاب كروية، هناك أهرام كروية تاريخية طبعا. الوداد والرجاء ومعهم الجيش الملكي، وتأتي فرق أخرى ذات تاريخ عريق، المغرب الفاسي والمولودية الوجدية إلى ذلك. ولكن هذا لا يمنع أن ما يسمى بالفرق الصغيرة أيوة لا يمنعها من تطوير عملها والمشاركة والاقتراب طبعا أكثر، وصنع هذه الأمجاد التي ستجعل منها في يوم من الأيام بعد مرور سنوات وعشرات السنوات هرما وأقطابا. مع الوقت. فريق نهضة بركان يعني اللي تحدثت عليه طبعا. فريق فتي طبعا. ففي السنوات الأخيرة يعني تمكن من الفوز بالكونفدرالية وبالسوبر الأفريقي وبكأس العرش الغالية علينا كمغاربة طبعا. لأكثر من مرة. طبعا. حضرتك بتشجعه؟ فأنا أقول لك كلمة مهمة جدا. تفضل. أنا علاقتي بفريق نهضة بركان هي علاقة كل 6 مليار بشر بمدن التي يعني ازدادوا فيها وترعرعوا فيها. أنا مدينة بركان ازددت فيها، وإلى حدود الآن يعيش فيها والدي أبي وأمي، وكل ما أتيحت لي الفرصة لزيارتهم لا أتردد ولو لحظة واحدة. بالتالي أزور مدينة بركان. فالعلاقة مع مدينة بركان أو علاقة أي شخص بمدينة التي ازداد فيها تفوق الجوانب الكروية وتفوق المستويات الكروية. هي علاقة تاريخية استمرت لأجيال. أنا أمثل جيل، والدي يمثلون جيل آخر. فبطبيعة الحال وهذا النادي كانت لي الفرصة أن أتابعه منذ صغري، لأن هي المدينة التي ازددت فيها طبعا، ولعبت حتى في فئاته العمرية الصغيرة. تمام. وبالتالي في العلاقة أكثر من تحقيق نتائج، هي علاقة حب ونشأة ويعني والشباب كيف جميع المدن وفي جميع الفرق يجدون يعني وجدانهم وهويتهم في هذه الفرق، والناس الجماهير تتوحد حول فرقها، حول فرق مدنها. ولما يتعلق الأمر بالفرق الوطنية تتوحد حول منتخب. أنت تتعاطف طبعا مع نتائجه. الحمد لله، وأتمنى له كما أتمنى لجميع الفرق المغربية النجاح، ولكل الفرق العالمية أن تساهم في تطوير كرة القدم وخدمة الشباب. البعض حس في وقت من الأوقات في ال3-4 سنين اللي فاتوا أن حضرتك تحب نادي الوداد قوي، والبعض قال ده بيشجع نادي الوداد. تعاملي مع الفرق المغربية على المستوى المؤسساتي وعلاقتي ب يعني الأحداث الكروية اللي يعرفها الفرق المغربية كله دائما كان على قدم المساواة.
آخر فريق استقبلناه في هذا المركز كان هو فريق الرجاء لما لعب نهائي البطولة العربية، وحتى أنني اجتمعت مع فريق الرجاء، بالعكس كنت من المساهمين في بلورة المشروع الملكي لأكاديمية الرجاء الرياضي البيضاوي، وهي مفخر اليوم لنادي الرجاء. وأقول بأن لا نادي الرجاء ولا الوداد غير محتاجين لمساندة ومساعدة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تاريخهم وجماهيرهم أغنى بكثير مما قد يقدمه لهم أي رئيس اتحاد. الاثنين سواء الوداد او الرجاء. تمام. بعد الفاصل هتكلم في حتة مهمة جدا مع السيد فوزي الأقجع، وهي حتة او جزئية اللي هي ممكن نقدر نتكلم عليها بشكل مستفيض شوية. الكرة المغربية، ماذا حدث للكرة المغربية؟ رابع عالم، ثم بعد ذلك سواء بقى على مستوى الأندية، الرجاء على المستوى الإفريقي غير متواجد، الوداد للمرة الأولى بيخرج من دوري المجموعات وغير متواجد في البطولة الإفريقية القادمة تشامبيونز ليج، والمنتخب المغربي يخرج من دور ال16 في أمم إفريقيا. بعد الفاصل نكمل حوارنا مع السيد فوزي الأقجع.